بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. إن شاء الله بهذا الفيديو راح نحل السؤال الثاني والمتعلق بمجموعة تمارين 2-2 والخاصة بموضوع الجذور التكعيبية. يقول جد ناتج ما يأتي: حاصل ضرب حدانية في حدودية ثلاثية. طبعا راح يتم التوزيع. أضرب الحد الأول، أوزعه مرة على الحد الأول ومرة على الحد الثاني ومرة على الحد الثالث بهالشكل هذا. بعدين الحد الثاني مرة على الحد الأول ومرة على الحد الثاني ومرة على الحد الثالث. أجي أكتب يساوي أضرب جذر 2 تكعيبي في جذر 4 تكعيبي. جذر 2 تكعيبي في جذر 4 تكعيبي. زين. وبعد جذر 2 تكعيبي في سالب جذر 2 تكعيبي، موجب في سالب سالب. جذر 2 في جذر 2 أقدر أقول جذر، أثبت الجذر، أضرب الأعداد اللي داخل الجذر. 2 في 2 4. زين. بعد جذر 2 تكعيبي في 1، أي مقدار أضربه بالواحد يطلع المقدار نفسه. تكعيبي. زين. وبعد أجي أوزع الحد الثاني ضمن القوس الأول، الحداني هذه بالحدود. طبعا أي مقدار أضربه بواحد يطلع المقدار نفسه، فهسه أعيد كتابة هذه الحدودية، لأن أي مقدار أضربه بواحد يطلع المقدار نفسه. يعني زائد جذر 4 تكعيبي ناقص في 1، نفس الشيء، نفس هاي الحدودية الثلاثية أعيد كتابتها. جذر 2 تكعيبي زائدا 1. أبسطها بعد أكثر، يساوي أبسط هذا القوس. جذر 2 في جذر 4 تكعيبي، أول ما أثبت الجذر التكعيبي أضرب الأعداد اللي داخل الجذور. 2 في 4 8 حتما، ناقص الحد الثاني جذر 4، طبعا ثابت يعني الأربعة ما لها جذر تكعيبي، زائد 2 جذر 2 تكعيبي زائدا جذر 4 تكعيبي ناقص 2 تحت الجذر التكعيبي زائد 1. زين. هسه شو راح اسوي؟ راح اجمع المتشابهات بداخل قوس، احصرهن داخل قوس، والمختلفات بقوس اخر. هسه اول ما، طبعا قبل لا اسوي هذا الشيء، اول ما خلنا ابسط المقدار الحد الاول اللي هو جذر 8 تكعيبي. بما انه الثمانية هو مربع مكعب كامل، فاطلعه من الجذر ماله يصير 2. الجذر التكعيبي لعدد 8 هو 2، يعني 2 في 2 في 2 8. زين. هسه 2 اعيد كتابة هذه الحدود، زائد 2 تحت الجذر التكعيبي زائد 4 تحت الجذر التكعيبي ناقص 2 تحت الجذر التكعيبي زائد 1. هسه يجي دور الاختصار. لاحظ، بما ان انا عندي طبعا هنا ايش قد ناقص 4 تحت الجذر التكعيبي، ناقص جذر تكعيبي 4 وزائد جذر تكعيبي 4 يساوي 0. زين. وبعد زائد 2 جذر تكعيبي ناقص 2 جذر تكعيبي يساوي 0. زين. وبعد شنو بقى عندي؟ بقى عندي بس 2 زائد 1، اجمع الاثنين مع الواحد، والجذور البقية الأربعة اختصرناهن، كل واحد وين النظير الجمعي له، يعني ناقص جذر 4 زائد جذر 4 تكعيبي، لأن هذا النظير الجمعي له، وزائد 2 تحت الجذر التكعيبي، والنظير الجمعي له هو ناقص 2 تحت الجذر التكعيبي. بقى عندي بس هذا المقدار اللي هو 2 زائد 1 ويساوي 3. هذا بالنسبة للسؤال الأول. انتقل إلى السؤال الثالث. يقول في الشكل المجاور مكعب طول ضلع هذا المكعب يساوي 2 جذر 3 تكعيبي سنتيمتر. جد حجمه، لاحظ هذا الشطر الأول أو المطلب الأول
ومساحة هذا المكعب الكلية. طبعا مساحة المكعب الكلية هو مساحة وجه واحد، يعني مساحة منطقة مربعة في 6 مضروبة بالعدد 6. هسه أجيهن مطلب أبدي بالمطلب الأول وهو إيجاد حجم المكعب. طبعا لإيجاد حجم المكعب أقول حجم المكعب يساوي طول الضلع في نفسه 3 مرات، أو أقدر أقول طول ضلع المكعب، طول ضلع المكعب تكعيب. طول ضلع المكعب في نفسه 3 مرات أو تكعيب، ماكو فرق. هسه أجي أكتب حجم المكعب. خلينا نحاول نحولها بالإنجليزي. حجم المكعب اللي هو فوليوم، في اختصار لكلمة فوليوم يعني حجم، ويساوي طول ضلع المكعب اللي هو ايش قد هذا 2 في جذر 3 تكعيبي في نفسه 3 مرات، يعني 2 جذر 3 تكعيبي بعد مرة ثالثة 2 جذر 3 تكعيبي. زين، ويساوي، لاحظ هسه اجي طبعا اضرب الاعداد اللي برا جذور 2 في 2 في 2. 2 في 2 4، عفوا 4 في 2 8. زين، هسه اجي اضرب الجذور. بما ان الجذور عندي متساوية فهسه اثبت الجذر تكعيبي، اضرب الاعداد اللي داخل الجذور 3 3 و3. 3 في 3 9 في 3 27. 27 تحت الجذر التكعيبي، ويساوي، أبسطها بعد أكثر، لاحظ 8 اللي هو يعتبر معامل الجذر ما له شغل به. 27 لاحظ بما أن العدد 27 اللي هو داخل الجذر التكعيبي هو مكعب كامل، فالجذر التكعيبي له هو 3. أطلع 3 من الجذر، 8 في 3 ويساوي، لاحظ 8 في 3 24 سنتيمتر مكعب. ليش؟ لأن حجم المكعب يقاس بوحدة طول مكعبه، وبما أنه ذاك لك بالسنتيمتر فإذا سنتيمتر مكعب. هذا بالنسبة للمطلب الأول. والمطلب الثاني هو إيجاد، لاحظ، إيجاد مساحة هذا المكعب الكلية. طبعا مساحة لإيجاد المساحة الكلية للمكعب يعني يجب أولا أوجد منطقة مساحة وجه واحد، يعني مساحة منطقة مربعة، وأضربها بالعدد 6. المساحة الكلية للمكعب هي مساحة وجه واحد مضروبة بالعدد 6، يعني مساحة منطقة مربعة، يعني طول الضلع في نفسه مرتين، طول الضلع في نفسه، وبعدين أضربها بالعدد 6. أجي أقول، لاحظ المساحة الكلية للمكعب، المساحة الكلية هي أقدر أقول مثلا 6 في مساحة وجه واحد، يعني مساحة منطقة مربعة أو مساحة القاعدة في 6. مساحة وجه واحد في 6 ويساوي، لاحظ المساحة الكلية ويساوي المساحة الكلية 6 في مساحة وجه واحد، يعني طول الضلع في نفسه. 6 في طول الضلع في نفسه، يعني 2 جذر 3 شكل تكعيبي في نفس الضلع، 2 في جذر 3 تكعيبي. أبسطها بعد أكثر، لاحظ اللي يساوي تنزل 6 بعدين أدخل على هذا القوس، أضرب 2 في 2 في 2 4 اللي داخل القوس، أجري عمليات حسابية داخل هذا القوس. 2 في 2 4، وأضرب هسه الجذور، أثبت الجذر 3 في 3 9 هسه، ويساوي أدخل 6 على هذا القوس. 6 في 4 24 جذر 9، والتسعة ماله جذر تكعيبي فيبقى على حاله. لاحظ، إذن هسه أقدر أقول مساحة وجه واحد هو 24، طبعا مقاس بوحدة السنتيمتر،
سنتيمتر عفوا مربع، يعني المساحة الكلية للمكعب تقاس بوحدة طول مربع سنتيمتر مربع. هذا هو الحل بالنسبة للسؤال الثالث. انتقل للسؤال اللي وراه، السؤال الرابع. طبعا هذا السؤال هو آخر سؤال متعلق بالفصل الثاني. إن شاء الله راح نختم الفصل هذا بحل هذا السؤال. نقرأ هذا السؤال. يقول متوازي سطوح مستطيلة أبعاده 3 على الجذر التكعيبي للعدد 2، و5 على الجذر التكعيبي للعدد 4، و6 على الجذر التكعيبي للعدد 3 وحدة طول. يعني ما ذاكر لك لا بالمتر لا بالسنتيمتر لا بالغير. يقول جد حجمه. المطلب الرئيسي لاحظ إيجاد حجم هذا المتوازي السطوح المستطيلة في أبسط صورة. طبعا هسه راح نستخدم العلاقة المتعلقة لإيجاد أي حجم متوازي سطوح مستطيلة. نقول حجم متوازي السطوح المستطيلة يساوي، أقدر أقول حاصل ضرب أبعاده 3، يعني هذا البعد في هذا البعد في هذا البعد، حاصل ضرب أبعاده 3، حاصل ضرب أبعاده 3. أقدر أقول يساوي حجم متوازي السطوح يساوي، أضرب هذا البعد بهذا البعد بهذا البعد، ما يفرق أي بعد، أخلي هذا الأول هذا الأول هذا الأول، ماكو أي فرق، عندي عملية ضرب. أقول البعد الأول نفرض هذا 6 على الجذر 3 تكعيبي، صحيح؟ نعم. في البعد الآخر اللي هو 5 على جذر 4 تكعيبي، صحيح؟ في 3 على جذر 2 تكعيبي. زين، أبسطها بعد أكثر. يساوي، لاحظ أقدر أقول في فوليوم. هسه أضرب البسط في البسط في البسط، والمقام في المقام في المقام. أول ما أثبت الكسر أضرب البسوط 6 في 5 30 30 في 3 90. هذا بالنسبة للبسط 90. والمقام، المقامات أضرب المقامات أول ما أثبت الجذر، يعني عندي عملية ضرب جذر تكعيبي، أضرب الأعداد اللي داخل الجذور 3 و4 2، 3 في 4 12، 12 في 2 24، ويساوي، لاحظ هذا الناتج النهائي. وبما أنه قال لك يعني وحدة طول، يعني ما محدد لك لا بالمتر لا بالسنتيمتر، أقدر أقول يعني طبعا هي مساحة عفوا حجم لحجم أي شكل من الأشكال الهندسية هو مقاس بوحدة طول مكعبة. أقدر أقول يونتس مكعب، يونتس تكعيب، لأن أقدر أقول يونتس تكعيب، لأن طبعا الوحدة المستخدمة لإيجاد أي حجم لأي شكل من الأشكال الهندسية هي وحدة طول مكعبة، يونتس تكعيب. هذا هو الحل بالنسبة للسؤال الرابع. وإن شاء الله أنهينا الفصل الثاني بحل هذا السؤال، وراح نكمل وياكم الفصول البقية بالدروس القادمة بإذن الله تعالى. في أمان الله.